أهلا بكم. تستأنف الاثنين محاكمة 7 من المنتمين لجماعة العدل والإحسان الإسلامية في المغرب بتهمة احتجاز محام كان ينتمي للجماعة وتعذيبه. وتحظى هذه المحاكمة باهتمام واسع من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بعد أن اتهم المعتقلون 7 السلطات المغربية باختطافهم في ظروف لا إنسانية وتعذيبهم بأساليب تحط من كرامة الإنسان. ويتوقع أن تشهد المحاكمة حضورا كثيفا لمحامين من جنسيات مختلفة وممثلي جمعيات حقوق الإنسان. هؤلاء من أتباع جماعة العدل والإحسان تجمعوا في فاس بعد جلسة المحاكمة الثانية ل7 من أعضاء الجماعة في 29 من الشهر الماضي. وقد اعتادت الجماعة أن تستنفر أعضاءها في كل مرة لمواجهة ما تقول إنه تضييق من قبل السلطات المغربية عليها. بدأت قصة المعتقلين 7 في 28 من يونيو حزيران الماضي حسب الجماعة التي تتهم السلطات المغربية باختطافهم. أما السلطات المغربية فقد كان أول إعلان من قبلها لاعتقال 7 عن طريق قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية. ومع انطلاق الجلسة الأولى للمحاكمة اتهمت السلطات المغربية المعتقلين 7 باحتجاز وتعذيب محام تقول إنه قرر مغادرة جماعة العدل والإحسان. أما رواية الجماعة فتشير إلى أن المحامي المشتكي طرد قبل شهر ونصف من الحادث بعد أن تبين أنه يعمل لصالح المخابرات المغربية. وقد اتخذت المحاكمة أبعادا دولية بعد أن اتهم المعتقلون 7 الجهات التي اختطفتهم بتعذيبهم بأساليب تحط من كرامة الإنسان. ورفعت عائلات المتهمين قضية ضد الفرقة الوطنية للشرطة ووكالة المغرب العربي للأنباء التي نشرت خبر اعتقالهم. وهذه إحدى الندوات الصحفية التي تدخل ضمن الحملة الدولية لمناصرتهم وقد نظمت في الرباط الشهر الماضي. شارك في هذه الندوة 10 محامين من جنسيات مختلفة وممثلو 3 منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي الوقت الذي تقول السلطات المغربية إن هذه القضية تتعلق بجريمة حق عام، تصر جماعة العدل والإحسان على أنها محاكمة سياسية تستهدفها. أما منظمات حقوق الإنسان المغربية والدولية فتركز على الجانب الحقوقي نظرا لوجود عنصري الاختطاف والتعذيب. وتبقى هذه المحاكمة حلقة أخرى من حلقات الصراع بين جماعة العدل والإحسان والسلطات المغربية. ويرى مراقبون أن هذا الصراع متواصل بأساليب شتى، وأن مثل هذه القضايا لا تعتبر استثناء إلا من حيث أنها تسلط عليه الضوء. وينضم إلينا من بروكسل المحامي فانسون لورك. سيد لورك، هل ترى بأن إعطاء صبغة السياسة أو المحاكمة السياسية لهؤلاء المتهمين هو أمر مبرر وحقيقي؟ إن هناك بالتأكيد تسييس لهذا الأمر، لكن ما هو مؤكد هو التعذيب. فسبب هذه المحاكمة هو اعتقال هؤلاء المثقفون المغاربة الذين اعتقلوا وبشكل عنيف، وبالنسبة لهم ولعائلاتهم اختفوا ل3 أيام، وقد كانوا في محتجزين لدى الشرطة القضائية، وبعد 3 أيام تمكن عائلاتهم ومحاماتهم من رؤيتهم وقد تحدثوا عن التعذيب، وكذلك كأنهم أخضعوا إلى أشكال من التعذيب متعددة، وكذلك تعرضوا لاغتصاب، وهذا بالتأكيد أمر غير مقبول. تعذيب واغتصاب، وأيضا تقول محاكمة سياسية، لكن ما هي الدلائل على أن هذه المحاكمة محاكمة سياسية؟ وهل لديكم قنوات خاصة تأكدتم فيها من حصول عمليات التعذيب هذه؟ بالتأكيد هناك تسييس، لأن هؤلاء 7 ينتمون إلى حركة العدل والمساواة. من ناحية أخرى، وهذه السابقة في هذه المحاكمة، هو أن القاضي عين طبيبا، وهذا أكد أن هناك أفعال تعذيب. كما تعلمون نحن لسنا وحيدين، بينما هناك الكثير من المحامين موجودين هناك، وهناك أيضا وفود أجانب، وهناك منظمة حقوق الإنسان والعفو الدولية.
فهناك إذا محامون ولكن أيضا منظمات حقوق إنسانية دوليا يعرفون هذا الأمر، لأنهم قابلوا هؤلاء الأشخاص الذين يعرفون بأن هذا التعذيب جرى. وما نوده وأن يكون هناك تحقيق يتحدث عن ظروف الاعتقال وهذا التعذيب، ونتساءل لماذا لا يحدث هذا التحقيق. نعم. طيب ابقى معنا سيد فانسون لورك. معنا من الرباط عبد الله عباسي عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة. سيد عباسي، لعلك استمعت إلى السيد لورك الذي يؤكد في حديثه على أن المحاكمة محاكمة سياسية، وأنه بالفعل تعرض المتهمون للتعذيب وأيضا للاغتصاب كما يقول. ما ردكم؟ شكرا. أنا أقول أنه كما قال السيد المحامي من بروكسل أنه هو لا توجد لديه هو كمحامي أي دلائل على أن المحاكمة السياسية نظرا لانتمائهم إلى هذه الفئة الأخرى. أنا أقول أن القضاء في المغرب بلد الديمقراطية وبلد الحرية، هو قضاء مستقل تماما. لماذا؟ لأنه لا يخضع للتأثيرات وبعيد عن كل الاعتبارات السياسية والسياسوية، وهو قضاء مستقل عن كل التيارات، ولا دخل للسلطة في مجرى العدالة. وكل شخص في المغرب صغر أو كبر شأنه تطبق عليه كل فصول القانون. كل من ارتكب جنحة أو جناية تطبق عليه مواد القانون، هذا عادي. قانون الجاري بالعمل والسلم مفعول، وذلك بعد سلسلة من البحث والتحقيقات بأمر من النيابة العامة والتي تقوم بها السلطة القضائية، وبكل نزاهة وسر تقوم السلطة القضائية بتحقيقات. فإذا ثبت أن المشتكى به لكن سيد عباسي، يعني حركة العدل والإحسان، عفوا أريد منك فقط توضيح. حركة العدل والإحسان نشرت عبر موقعها صور واضحة بالصوت والصورة. كيف تم اعتقالهم؟ هناك تدخل سياسي، هناك تدخل سلطة. فأقول له أن العكس، فهنا القانون والقضاء في المغرب هو قضاء مستقل، والسلطة لا تتدخل في مجال. طيب سيد عباسي، القانون هو الأسمى. سيد عباسي، هل تسمعني؟ سيد عباسي، هل تسمعني؟ جيدا. نعم. كنت أسألك بأن الحركة وعبر موقعها على الإنترنت نشرت صورا بالصوت والصورة تؤكد طبيعة المداهمة والعنف الذي استخدم في اعتقال هؤلاء المتهمين. هي حرة وهي تقول ذلك، ولكن أقول لك أنه هي لا تقول، هي تظهر هذا الشيء بالصور. أيوة، ولكن لا يجب أن ندخل الأمور. فأقول لك أنه الأمر يتعلق بالقضاء، فأقول لك أن القضاء في المغرب هو قضاء مستقل ولا دخل للسياسة، لأن لا دخل لا للسياسة ولا للسلطة في مجرى العدالة. فما كل شخص ارتكب جنحة أو جناية أو جريمة فهو تطبق عليه مواد القانون كيفما كان انتماؤه، بشأن أن كل جماعة أو كل إنسان فهو تطبق عليه القانون إذا ارتكب جنحة أو جناية، ولا دخل للسلطة بتاتا ولا دخل للسياسة في مجرى العدالة. سيد فانسون لورك، استمعت إلى السيد عباسي وهو يرد بأنه لا دلائل لديكم أولا على موضوع التعذيب، ثم القضاء مستقل في المغرب ولم تتدخل فيه السياسة. ما ردكم؟ لقد قالوا لنا بأن العدالة شفافة، لكن السؤال وجيه: لماذا لا تسمحون بتحقيق؟ نحن لدينا أدلة، وكما قلتم لدينا فيديوهات ولدينا شهادات طبية تم تقديمها بطلب من العدالة المغربية، ولدينا أدلة بأن هؤلاء الأشخاص فعلا تعرضوا للتعذيب والاغتصاب. لماذا لا نتذكر بأنه في اليوم الأول تم تقديم هؤلاء
المتهمين للعدالة في حين تم اعتقالهم 3 أيام قبل ذلك. ما الذي حدث خلال هذه الأيام؟ لقد طرحنا هذا السؤال على وزير العدالة والمدعي العام، وإذا لم نحصل على جواب فنحن نطرح هذا السؤال بالنسبة للجنة ضد التعذيب في جنيف، أن يكون هناك تحقيق. هذا هو الطلب الوحيد لدينا بصفتنا منظمات تدافع حقوق الإنسان. نعرف ما حدث. نعم سيد لورك، عذرا للمقاطعة، لكن باختصار إذا لم تتمكنوا من تحقيق أي شيء بتحرككم الذي تقومون به حاليا دعما لهؤلاء المتهمين، ما هي الخطوة التالية بالنسبة إليكم أو ما يمكنكم القيام به؟ آمل أن يتم إطلاق سراحهم، فالمحاكمة ستجري غدا، وإذا قررت العدالة المغربية بعدم الإجابة إلينا بالتأكيد هناك جهات دولية يمكنها أن تجري تحقيق، وبالأخص محكمة مواجهة التعذيب في جنيف، وهناك أيضا قوانين دولية يجب أن نجري محاكمة ثانية، ولكن محاكمة ستكون لأولئك الذين قاموا بالتعذيب، ولدينا الوسائل الدولية في جنيف لنرى ماذا حدث بين 28 يونيو والأول من يوليو، ولدينا أدلة سنقدمها غدا في فاس. شكرا لك المحامي فانسون لورك من بروكسل، وطبعا شكرا لعبد الله عباسي من الرباط عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة.